السلام عليكم يا ابن عمي. فيلم النهاردة فاخر من الآخر. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة. فيلمنا بيبدأ في الماضي سنة 1993، وبيكونوا العلماء قدروا يكتشفوا تجربة غريبة وكانوا بيستخدموها في التجارب، وبيقدروا من خلالها يعالجوا الحيوانات. لكن بتقرر الولايات المتحدة الأمريكية إنها تمنع استخدام التجربة دي لأنها خطر جدا، وممكن الإنسان يستغلها ويخترع منها أسلحة دمار شامل، وده يهدد الحياة البشرية على كوكب الأرض. وبعد كده بنروح لسنة 2016، وبنشوف دكتورة في سفينة فضاء وبتعمل تجارب على الحيوانات. وطبعا بيعملوا التجارب دي في الفضاء بعيد عن الأرض علشان ما يتعرضوش للمساءلة القانونية. لكن المصل اللي بياخدوا الفار بيحولوا لوحش وبيفضل يقتل فيهم كلهم. وبتحاول الدكتورة إنها تهرب، لكن رئيس الشركة بيأمرها إنها تجيب عينة معاها من المصل علشان يساعدوها تنزل الأرض. فعلا بتجيب وبتركب الإنقاذ، لكن بسبب ضغط الغلاف الجوي الكبسولة بتنفجر. وبينتقل بينا الفيلم بعد كده مع شخص اسمه دافيس، وبيكون شغال مدرب غوريلات، ومعاه مجموعة طلاب جايبهم عشان يعلمهم ازاي يتعاملوا مع الغوريلات. وبيروح عشان يتعامل معاهم، لكن بيكون في قرد اسمه بابو، وده بيكون اسلوبه مش كويس وعدواني وبيحاول يهديه، لكن يهجم على واحد اسمه كونار وبيحاول يهرب منه لكنه بيمسكه وكان هيقتله. لكن فجأة بيظهر القرد جورج وبيقدر ينقذه على آخر لحظة. وبيكون جورج الصديق المفضل لدافيس، وبيكونوا أصحاب جدا، ويكون معلمه حاجات كتير عن البشر عن طريق الإشارات. ولما بيجي الليل الكبسولة اللي كانت نازلة من الفضاء تنزل على الأرض وتنفجر العينات اللي كانت مع الدكتورة، وبتنزل في أماكن متفرقة، وواحدة منهم بتكون في الغابة اللي فيها الغوريلا، وواحدة في قلب النهر، واخر وحدة نزلت في منطقة فيها ذئاب. وهنا الغوريلا جورج بيروح عشان يشوف ايه اللي حصل، لكن فجأة العينة بتطلع غاز ويتأثر جدا بيه. وتاني يوم بيجي دافيس وبيلاقي جورج مش عايز يتكلم، وبيلاقي اثار جروح على كتفه، وبيعرف ان هو قتل دب امبارح. ولما بيهديه بيخرج، لكن فجأة حجمه بيكون كبير جدا وشكله بقى غريب. بعد كده بنروح للغابة بتاعة الغوريلات بعد ما المساعد كلمه، وبيكتشف هناك صندوق شكله غريب وبيقرر ياخده. بعد كده بنروح لشركة في شيكاغو وبيكون اسمها انرجي، وبيكون رئيسها اسمه برايت، وبيضايق جدا لأن مشروعه فشل. وفي الوقت ده بتدخل عليه أخته كلير وبيقول لها إن هو صرف ملايين الدولارات على المشروع ده، فبتطمنه وتقول له إن العبوات بخير، لأن الدكتورة هي ونازلة من الغلاف الجوي العبوات ما تأثرتش بالانفجار وإنها لسه موجودة. وتقول لي كمان إن وكالة ناسا بلغت إن في نيزك ضرب كوكب الأرض، لكن في الحقيقة دي بتكون الكبسولة الفضائية اللي فيها الدكتورة. وهنا بتكلف واحد اسمه بيرك اللي بيكون شغال في العمليات الخاصة، وتكلفه بمهمة خطيرة، وهي إنه يروح يدور على العينات دي بنفسه في مكان الحدث ويجيبها ليهم. ويكون في الوقت ده بيرك ورجالته بيركب الهليكوبتر ويروح عشان يجيبوا العينات. وعلى الجانب التاني بيكون في دكتورة اسمها كيت، وبتشوف الخبر ده في التلفزيون وبتعرف اللي حصل في الحادثة. وهنا بيرك ورجالته بيوصلوا في مكان قطيع الذئاب، ويبلغ كيرا لأن هو مش لاقي العينة، لكن بيقول لها إن كل الذئاب اللي هنا مقتولين، وبيعرفوا إن في ذئب اتأثر بالعينة وهو اللي قتلهم كلهم. بعد كده بنشوف دافيس مع المساعد بتاعه وهو بيبلغه بنتيجة التحاليل، وإن معدل نمو جورج سريع جدا وبيكبر بطريقة رهيبة، فبيكون خايف عليه. والمساعد بتاعه بيقول له إن هما لازم يبلغوا الحكومة باللي حصل، لكن دافيس بيرفض وبيقول له احنا هنحل الموضوع ده بشكل سري. وفي الوقت ده بتيجي الدكتورة كيت وبتعرف نفسها لدافيس، وبتقول له ان هي متخصصة في علم الوراثة وانها كانت شغالة في شركة انرجي، وبتشرح له الحالة اللي فيها جورج. وبتقول له ان سنة 1993 اكتشفوا تجربة جديدة اسمها كريسبار، ودي خاصة بزيادة نمو الأجسام وخصوصا الحيوانات، وكانوا حاطين العينات دي في عبوات، والعبوات دي نزلت من الفضاء على الأرض، وفي عبوة منهم أثرت على جورج وخليته يكبر بالحجم ده بسرعة. لكن فجأة جورج بيكسر الصندوق وبيهجم عليهم وبيهرب بره، وبيطلع وراه بسرعة وبيحاول يهديه ويتكلم معاه، وفعلا بيهدى. لكن بتيجي طائرة هليكوبتر وبيضربوه بحقن مخدرة وبيفقد الوعي. بعد كده بنشوف بريكو وهو بيضرب النار على الذئب وبيفكر ان هو اتصاب، وبينزلوا بيلاقوا اثار الذئب وبيكون ضخم جدا. وفجأة بيسمعوا صوته وبيهجم عليهم، ويؤمر بيرك الطيار ان هو يضرب نار عليه، لكن بيفجر الطيارة وبعد كده بيخلص عليه. ويكون شايف الموضوع ده بيرت وكلير، والعملية بتاعتهم بتكون فشلت انهم يرجعوا العينات من تاني. بعد كده دافيس وكيت بيتقبض عليهم ويقابلهم ضابط اسمه هارفي وبياخدهم في الطيارة ومعاهم جورج، وبيفضل يتكلم معاهم. وبنعرف ان دافيس كان جندي سابق في الجيش، وبيقول له دافيس ان ركوب جورج معاهم في الطيارة هيشكل خطر كبير جدا
علشان لما يفوق هيدمر المكان باللي فيه. فبيقول لي ما تخافش لانه واخد كمية مخدر كبيرة، لكن بتقول له كيت ان سبب سرعة النمو اللي عنده المخدر ده مش هيأثر فيه وهيفوق بسرعة. وبيقول له دافيس ان كيت دكتورة متخصصة في علم الجينات والوراثة، وبيقول له ان هي هتقدر تساعدهم في حل المشكلة. وهنا الضابط هارفي بيقول له ان كيت كانت بتضحك عليه لانها في الاصل حرامية وسرقت ورق مهم من الشركة اللي كانت شغالة فيها، واتحبست 13 شهر. وهنا بينصدم دافيس. وعلى الجانب التاني بتقول كلير لبيرت اخوها انها كلفت العلماء انهم يزودوا موجات تردد الصوت لان من خلالها هيقدروا يسيطروا على الحيوانات، وده طبعا من الفيروس اللي اتصابوا منه. وبتقول له كمان ان اول ما جورج والزاب يوصلوا لهم هيكلموا الحكومة الامريكية علشان يخلصوا عليهم، وساعتها يستخرجوا منهم الحمض النووي ويقدروا يصنعوا اسلحة دمار شامل ويبيعوها بملايين الدولارات ويكسبوا كمان. ولما بتشتغل موجات الصوت الذئب بيتجه ناحيته، والتمساح اللي في النهر كمان بيتجه ناحيته، وجورج بيفوق في الطيارة وبيبدأ يخبط في الطيارة وبيتصاب القائد بتاعهم والطيارة كانت هتتدمر. فبينط دافيس وكيت وهارفي بالباروشوتات، وفي الجو بيشوف ديفيس الطيارة وهي بتنفجر وبيفكر ان جورج مات. ولما بينزلوا تحت بيكتشف ان جورج مش موجود وبيعرف ان هو لسه عايش. وكلير بتكون مراقبة كل الاحداث اللي بتحصل من خلال الاقمار الصناعية وبتشوف الطيارة وهي بتتفتح، بس بتقول لبيرت ان الدكتورة كيت لسه عايشة، ودي بالنسبة لها كارثة كبيرة لانها ممكن تبلغ عليهم. وبتعرف الشرطة على التجارب اللي كانوا بيعملوها. وفي الوقت ده بتيجي الحكومة الفيدرالية علشان يحققوا معاها، لكن بتكون كلير حرقت كل الأوراق والمستندات اللي ممكن تدينها، وتتكلم مع المحقق وتقول له إنها ملهاش دعوة وإن الشركة بتاعتها ملهاش علاقة. وتقول له كمان إن الدكتورة كيت هي السبب في كل ده وهي اللي كانت بتعمل التجارب من وراها. وبيكون هارفي قاعد وبيحاول يتواصل مع القيادة بتاعته. وهنا كيت بتفضل تتكلم مع دافيس وبتعتذر له وبتقول له أنا فعلا كنت مسجونة بس ظلم. وبتقول له إن كلير طلبت منها إنها تشتغل عندها في الشركة بتاعتها في قسم الأبحاث، وبتقول له إنها بدأت تعمل تجارب من خلال تجربة اسمها كراسبر، وقدرت إنها تعمل أدوية تنقذ بها الحيوانات المهددة بالانقراض. وبتقول له كمان إن أخوها كان مرض نادر، وكانت مفكرة إنها ممكن تقدر تستغل تجربة كراسبر إنها تخترع له علاج علشان يخف، لكن ما كانتش تعرف إن كلير كانت بتستخدم الأبحاث بتاعتها والتجارب من وراها بطريقة غير قانونية. وبتقول له إنها لما عرفت كده قررت إنها تدمر التجارب وتعالج الأبحاث، لكن ما لحقتش واتقبض عليها ظلم. ولما دخلت السجن بعدها بشهر سمعت وفاة خبر أخوها. وهنا دافيس بيتعاون معاها علشان خاطر يجيبوا حقها وحق أخوها المتوفي وبينقذوا البشر من الدمار اللي هيحصل عليهم. بعد كده بيروحوا هما التلاتة لقاعدة عسكرية وبيكون فيها قائد اسمه بلايك، وبيكون حدد موقع جورج والذئب علشان خاطر يقضي عليهم قبل ما تحصل كارثة. بيستغربوا ازاي هما الاتنين ماشيين مع بعض ومش بيهاجموا بعض. وهنا بتقول لهم كيت ان ده بسبب الحمض النووي اللي مزروع في أجسامهم، وده بجانب تأثير الموجات الصوتية اللي شركة انرجي أطلقتها عليهم. وبتقول لهم ان كل تركيزهم دلوقتي انهم يوصلوا بأي شكل من اشكال البرج اللي بيخرج الموجات الصوتية، وده هيسبب مشكلة كبيرة في المدينة وممكن يؤدي لموت ناس كتير. وهنا دافيس بيقترح على القائد انه يخلي مدينة شيكاغو بالكامل عشان ما تحصلش كارثة، لكن القائد بيقاطعهم وبيقول لهم انتوا مطلوب القبض عليكم ملكمش حق انكم تتدخلوا في شغلي، وبيأمر رجالته بالقبض عليهم. لكن بيقدر دافيس يضربهم وبيهرب منهم هو وكيت ويدوروا على وسيلة يهربوا بيها، وفعلا بيلاقوا طيارة طبية. لكن فجأة بيجي هارفي من وراهم وبيقول لهم انتوا رايحين على فين. ودافيس بيقول له احنا هنروح شركة انرجي علشان هناك المصري اللي يقدر يوقف نمو جورج والذئب ونقدر نلحق المدينة والناس اللي فيها. وبيقتنع بكلامهم وبيديهم جهاز لاسلكي علشان يتواصل معاهم. وبيروح هارفي بيقعد مع القائد اللي بيأمر رجالته انهم يضربوا الحيوانات بالصواريخ، لكن للأسف مش بيتأثر فيهم لأن الحمض اللي جواهم بيجدد الخلايا بشكل سريع جدا. وبيأمر القائد انهم يخلوا مدينة شيكاغو بالكامل من السكان، ويطلب من فريق المدفعية يحضروا صواريخ علشان يقضي عليهم. وهنا بيتكلم هارفي دافيس وبيقول له ان القائد طلب إخلاء المدينة من السكان. وفي الوقت ده بيوصل الذئب وجورج المدينة ويفضلوا يدمروا فيها، وبتيجي القوات المسلحة الأمريكية وبتبدأ تضرب فيهم، لكن طبعا من غير أي فايدة لأنهم مش بيتأثروا بأي حاجة. وفجأة بيكتشفوا جسم غريب جدا في قلب النهر بيفتكروها إن هي غواصة، لكن القائد بيقول لهم إن مفيش غواصات في النهر. وفجأة بيطلع تمساح اللي اتأثر بالفيروس هو كمان وبيفضل يدمر في الطيارات. في الوقت ده القائد بيأمر إنهم يحضروا قنبلة مدمرة علشان يخلص عليهم كلهم، لكن هارفي بيقول لي إن أنت كده بتدمر المدينة بالكامل. وبيعرفوا إن ديفيس وكيت في طريقهم وهيقدروا يجيبوا المصل المضاد، وبكده يقدروا يسيطروا على الحيوانات والموضوع هيخلص. لكن القائد بيكون عنيد وبيتهم هارفي إن هو متواطئ مع المجرمين الهربانين من العدالة،
والطيارات بتتحرك من المطار علشان يضربوا القنبلة. وبيقول لدافيس إنك قدامك 30 دقيقة وتهرب من المكان قبل ما تموت. وبيقدروا يدخلوا الشركة وهو وكيت، ويقدروا يوصلوا للمصنع. لكن كيلر بتشوفهم في الكاميرات قبل ما تمشي، وبتروح لهم وتهددهم بالسلاح، وبتقول لهم اديني المصل، وبتقول لهم ان المصل ده هيقلل القوة العدائية اللي فيهم، لكن اجسامهم هتفضل زي ما هي. وبتضرب دافيس بالنار وبتاخد كيت وبتطلع على سطح المبنى. لكن فجأة المبنى بينهار، وبيوصل جورج ويدمر الطيارة. ودافيس بيقدر ان هو ينقذ كيت، وبيبدأ جورج انه يدمر في مبنى الموجات الصوتية. ويطلب دافيس من كيت انها تنزل وتجيب مصل تاني، لكن متعرفة ان هي معاها واحد. وبيندى على جورج ويحط المصل في شنطة كيلر، فجورج بياخدها وياكلها بالمصل. والمصل بيكون محتاج 10 دقايق علشان مفعوله يبدأ في الجسم. وهنا هارفي بيشوف بيرت وهو بيهرب، وبيطلب منه اللابتوب بتاعه لأن فيه معلومات مهمة جدا، وفعلا بيديه اللاب. وهو خارج من المبنى في جزء كبير بيقع عليه ويموت. وبيوصل التمساح على سطح المبنى، وخلاص المبنى هينهار بيهم، فبيستخبوا جوه طيارة، ويقدروا انهم يوصلوا للأرض بإعجوبة. وهنا بيتكلم دافيس مع جورج عن طريق الإشارة بعد ما يشتغل مفعول المصل. ويطلب من كيتي إنها تحاول توصل لهارفي، ويبلغ القيادة إنهم ما يضربوش القنبلة علشان في مدنيين كتير في المكان. وبيقول لها هو هيعرف يحل الموضوع. وهنا جورج والذئب بيهجموا على بعض، لكن الذئب بيكون أقوى، وكان خلاص هيقتله، فبيضرب عليه دافيس النار. لكن قبل ما يقتله التمساح بيجي ويخلص عليه، وبتبدأ معركة بين جورج والتمساح. لكن التمساح بيكون أقوى طبعا، وفي حديدة بتخش في جورج. وهنا ديفيس بيضربه بالصواريخ من الطيارة، لكن برضه مش بيتأثر، وكان لسه هيقتله. فبيجي جورج وبينقذ صاحبه، وبيضرب التمساح بحديدة ويغرزها في عينيه ويقتله. والقائد بيكون شايف كل حاجة بتحصل، وبيأمر الطيران إنها ترجع من تاني. وبيزعل دافيس عليه جدا، وبيتهون عليه الدكتورة كيت، لكن فجأة بيحرك ايده. وبنعرف ان جورج كان بيمثل على دافيس، وبيضحكوا مع بعض. وهنا بيقرر دافيس ان هو ياخد جورج ويخليه في مكان بعيد. وبكده يكون انتهى فيلم النهارده. متنساش تصلي على النبي، وتعمل لايك واشتراك في القناة.